بمناسبة بداية الدراسة، أنا لو عندي أخت أو أخ رايح مدرسة أو أولى جامعة هوصيهم بالوصية دي. أول حاجة هقوله هتعدي، دي من أجمل أيام حياتك، فما تقضيهاش في ضغط وتوترات نفسية، وما تسألش الدكتور كتير في المحاضرة وتحاول ترسم نفسك، لأن لو وشك اتعرف أمك هتبقى داعية عليك. وزي ما قلت لك قبل كده، ما تقعدش في المواصلات على الكرسي القلاب أو جنب الباب عموما، علشان مش كل شوية حد يقولك نزلني وطلعني وهيدوشك. ولو احتجت محاضرة مكتوبة علشان ما حضرتهاش لظروف ما تسيبش رجالة الدفعة كلها وتروح تطلبها من بنت. والأكل اللي بتديه لطفلك وهو رايح المدرسة يا ريت يكون الطبيعي، عيش وجبنة وكده، بلاش يكون زيادة عن مستوى زمايله علشان ما حدش يبص له. وكمان يا سلام بقى لما تديله سندوتش زيادة علشان زميله اللي بيقعد جنبه أو زميلتها اللي بتقعد جنبها، هتطلع طفل كريم وسوي نفسيا. وإياك والتنمر والتقليل من شأن غيرك. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان منهم القصيرة والفقير واللي ما خلفش واللي شعره أكرت واللي أسنانه مكسورة واللي جسمه مليان وغيرهم، ولكن التاريخ رقع مئات السنين قصاد أخلاقهم واحترامهم، وما وقفش دقيقة واحدة قصاد شكل أجسادهم وملامحهم أو حالتهم المادية والاجتماعية. وده يعلمك إن الراجل أو الست بذاتها لا بشكل ولا أهل ولا نسب، فاوعى تعيب على حد. وما تصاحبيش أي شاب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ولا متخذات أخدان، ما ينفعش البنت تصاحب ولد، لأن المشاعر عاملة زي البلياتشو، ممكن تتقلب في ثانية. وعاوز أقولك إن لو واحد عرفت واحد واتجوزها قبل لما يتجوزها عمره ما هيتجوزها. ما تثقيش في حد غير في الحلال. ما بقولكيش تخاصم الرجالة، لأنك أكيد هتتحط في موقف تعامل، بس لما تتحط فيه خليك حدودية، راجل مع أي شاب وبنت وبس مع صحباتك. وكل يوم وانت خارجه جمعي من صحباتك كل واحده جنيه او اتنين وطلعوهم صدقه، ربنا هيكرمكم بسبب الصدقه دي اخر كرم. وعاوز اقولك ان مش كل بنت جميله بتبقى محترمه، بس كل بنت محترمه بتبقى جميله. لو زميلتك جايه من بعيد خدي جنبه وقعديها جنبك. ولو عاوز تكسب قلب زميلك هات له هديه، قميص مثلا ولا ريحه ولا حتى سندوتش. ولو ما جاش في يوم رن واطمن عليه وقول له انك سجلت المحاضره وهتديها له. الهديه والتقدير هيدخلوك قلب اي حد بسرعه الصاروخ، واللي يقدم السبت اكيد هيلاقي الحد. وحاولي ما تحطيش مكياج وخليكي على طبيعتك علشان تتحبي زي ما انتي، وكده كده العريس جاي ما تقلقيش، ضحكتك لوحدها بتمكيجك. وزي ما البنت بتعرف الشاب من اول نظره، احنا كشباب بناخد انطباع عن البنت من اول نظره. لو رافعه راسها وفي حالها وما بتعبرش حد بنحترمها جدا وبنقدرها. واللي تلبسه تزينه يا صديقي، ما تتعبش نفسك في مجايب اللبس، كام تيشيرت على كام بنطلون هيقضوا معاك. ولو عاوز تبان مختلف كل مرة خليك في التيشيرتات، هي اللي بتلفت النظر وتبان انها جديدة. وهتقابل في دراستك اشكال والوان من الناس، اعذر اللي قدامك مرة واتنين، والتالتة اتجنبه. وخليكي دايما ليكي رأي وما تمشيش ورا حد والسلام. ناكل فين، نشرب فين، نروح فين، قولي رأيك وما تبقيش صف تاني. وصاحبك اللي ما ينفعكش وتتشرف بيه ما تسموهوش صاحب وما تمشيش معاه تاني. وما تنساش دايما أذكار الصباح والمساء، لأنك لما تقولها هتبقى في أمان الله من كل شر وصعب. ولو عندك صاحبة أو أنت ليك زميل عنده عربية مش لازم يوصلك كل يوم، خليك حسيس، إلا بقى لو كان طريقكم واحد وهو ابن أصول وبيغصب عليك، ولازم طبعا تشارك معاه في البنزين. ربنا سبحانه وتعالى بيساعد اللي بيساعد غيره، فما تبخلش على زميلك بكشكول أو معلومة مهمة. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هتصادف مستويات زيك وأقل منك وأعلى، فما تستكترش على حد نعم عنده ولا تحقد عليه، لأن الحقد بيبان حتى في الهزار. ولو اتخذ عنك فكرة هتتكره بالجامد، وكل واحد دافع الضريبة قصاد النعم اللي في حياته، فما تاخدش بالمظاهر. وتعود ما تسألش كتير، وانت هتلاقي أجوبة أسئلتك بتترمي قدامك من غير ما تسأل. وما تقبلش عزومة من نفس الشخص كل مرة، مرة عليك ومرة على غيرك، علشان ما يتاخدش عنك فكرة انك بتستغله. والاكل في المطاعم الغاليه بلاش منه، خصوصا لو معاك واحد صاحبك ظروفه ضيقه، ممكن مره كل اسبوعين والباقي مشوها على القد علشان ما ترهقش غيرك وتكلف نفسك. ولو ناوي تاكل كل بس مع اللي مستواه زيك. وهتعرف في الدراسة والجامعة الندل والبخيل والأناني واللي ما يتعاشرش، وأكبر عتاب ليهم إنك تتجنبهم وما تعملهمش بمعاملتهم، وده لأنك ابن أصول. وما تضربيش وحك سمعة، بمعنى ما تقعديش في مكان ملفت للنظر ومتطرف أو على مدخل باب اللي جاي واللي رايح يشوفك، ولا تقعدي على سلم وكل اللي نازل وطالع يقولك عديني. وما تضحكيش ضحكة تخلي الناس تلف في وشها وتشوف مين اللي بيضحك، ولا تتصوري بشكل يقل قيمتك، ولا تبصي على اللي رايح واللي جاي وكأنك منتظرة نظرة منه تأكد حلاوتك لنفسك. انت أكبر من كده بكتير.
وما تتريقش على دكتور الجامعة اللي بيحب يتكلم عن نفسه، لأن إن شاء الله لما ربنا يكرمك وتبقى زيه هتكتشف إنك تعبت جدا، فحابب تشارك غيرك نجاحك اللي تستحقه، وما يبقاش زميلك قاعد معاك وأول لما يقوم تتكلم عليه مع حد تاني كده، محدش هيأمن لك. خلي بالك، أنا عارف إني طولت عليك، بس الكلام ده مهم جدا ولازم تعرفه لكل اللي يهمك أمره، لأن ما غلطش اللي قال اجعل كل من يراك يدعو لمن رباك. وده لأن وزير خارجية أي بلد بيمثل بلده في بلاد الناس، وأنت وزير خارجية بيتك. شخصيتك وتصرفاتك هي اللي هتحدد قيمة بيتك وأهلك ومكانتهم في نظر غيرك واللي يعرفوك. فيا ترى تحب تصدر أهلك للي حواليك بأي شكل؟ بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم.